السلام عليكم. النهارده هنعمل ميني باتيه اللي بيتعمل في المناسبات والافراح واعياد الميلاد وكمان المدارس. زي ما انتم شايفين كده مقاديرنا سهله خالص. عندنا كوبايه حليب دافي، عندنا معلقه خميره فوريه، وعندنا معلقه سكر، ونقلب. بما اننا واثقين في الخميره بتاعتنا هنكمل بقى نحط 3 معالق زيت او ربع كوبايه زي ما انتم شايفين كده، معلقه خل، نص معلقه ملح. عندنا نص كيلو دقيق منخول متعدد الاغراض، و يعني بمعيار 3 كوبايات ونص 500 جرام. هنحط معلقه صغيره بيكنج باودر. هنحط بقى ايه مكوناتنا كلها على بعضها ونخلطها في العجان. هبتدي بقى زي ما انتم شايفين العجينه ناشفه، فابتدي احط لها معلقتين 3 واعجنها كده. العجينه بتلزق بس هي مش محتاجه ميه تاني، يعني استكفينا بكوبايه الحليب و3 معالق الميه الدافيه. وابتدي بقى ايه هتقعد 7 دقايق عجن وساعه تخمير، ونشوف هنعمل ايه. كده 7 دقايق عجن كفايه قوي عليها زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين كده نضيفه جدا. هبتدي بقى ايه احط على وشه شويه زيت، وادي حطيت على وشها الزيت. وبعد كده ايه هغلفها. طبعا الزيت بيخليها بيساعد على التخمير، بتخمر ساعه. وطبعا ايه هنغطيها بالاسترتش كده اهوت او بلاستيك راب زي ما انتم شايفين كده، واغطيها واقعدها ساعه تخمر. شايفين كده عدى ساعه على تخميرها، وادي ارتفعت زي ما انتم شايفين. ابتدي بقى ايه اشيل الاسترتش زي ما انتم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده ابتدي بقى اقسمها على 4 مرات زي ما انتم شايفين كده. اشيل ال3 دول اعملهم بدل ما يفردوا يبقوا كبار على الكونتر اهو. عجينه زي الفل ملبن يعني. ابتدي بقى انا امسك دي بقى زي ما انتم شايفين. ابتدي احاول افردها بالطول مش مدور زي ما انتم شايفين كده. وارققها شويه. ابتدي بقى اوزع عليها الزبده. طبعا الرق بتاعها زي كده اهوت، يعني اقل من يعني من خفيف، يعني يبقى ايه وسط، لا تخين قوي ولا رفيع قوي، يعني زي ما انتم شايفين كده اهو. هحط الجبنه زي ما انتم شايفين كده، اي نوع انت تحبيه، فيتا، اسطنبولي. بس اسطنبولي بيبقى ايه عشان ما ينشفش ويفقد سوائله، بيبقى معاه جبنه تاني، وليكن مثلا قريش، عشان القريش ايه بتبقى دلعه ملهاش طعم. ابتدي اقفل على الجبنه زي ما انتم شايفين كده، واقفلها كده. ومن الاطراف برضو. وابتدي بقى ايه ابتدي ابرمها كده اهوت اهي زي ما انتم شايفين كده.
ابتدي اقفل ايه عليها كده زي ما انتم شايفين. هنقطعها بقى الحجم اللي احنا عايزينه زي ما انتم شايفين كده، ميني باتيه. اهو، واسيب مسافة بينهم وبين بعض، هسيبها ترتاح 10 دقايق، وبعد كده اعمل لها بيضة عليها فانيليا او نسكافيه، وبعد كده نحط الجبنة الرومي، السمسم، حبة البركة. ادي هنقسمها نصين، والنصين دول هنقطعها على مرتين زي ما انتم شايفين كده، اكبر شوية. نبتدي احطها بقى في الصاجات. هخلص النص التاني كورتين وارجع لكم تاني. ادي بيضة كاملة وعليها معلقة صغيرة خل، وعليها شوية قهوة سريعة الذوبان زي ما انتم شايفين كده، واقلبها كويس. هنسيبها تختمر تاني 10 دقايق. عاملة البيضة عليها معلقة الخل وقهوة سريعة الذوبان، وادي الجبنة الرومي على وشها، وادي حبة البركة على وشها والسمسم، وادي الفرشة اللي يعني هندهن بيها البيض. حطي بقى الجبنة الرومي واضغطي عليها كده زي ما انتم شايفين. ممكن بقى ايه احط حبة بركة كده، او حبة سمسم كده، وحبة سمسم على بركة. الجبنة الرومي ممكن برضو نحط حبة بركة، تدي شكل جميل. هنحط بقى على درجة حرارة 200 فوق وتحت، ونشوف اول ما يحمر الوش نطفي الوش ونسيب ايه لغاية لما يمسك من تحت. زي ما انتم شايفين كده هو بيكبر، يعني بعد التخمير برضو بيكبر تاني اول ما بيتحط على النار. وادي الميني باتيه اللي بنعمله في المناسبات والافراح واعياد الميلاد، وكمان في المدارس بياخدوه الولاد زي السندوتش، لان طبعا محشي بالجبنه في منتهى الجمال ومورق في منتهى السهوله وفي ثواني. يا رب الوصفه تكون سهله وبسيطه عليكم. ب3 كوبايات ونص دقيق ونعمل احلى باتيه وارخص وانضف واطعم، لان طبعا في البيت بيبقى مخدوم، مكوناتك مش مستخسره في ولادك، المكونات الكويسه والحاجه كويسه، غير طبعا اللفران، وبيبقى الحاجه سوقي وطعمها عادي جدا وملوش اي فايده. يا رب يكون الوصفه سهله وبسيطه عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.